اول مره تشوفوا ملخصاتنا صلوا على النبي عليه الصلاه وافضل السلام، وما تنسوش تعملوا اشتراك تدعموني باللايك. ويبدا الفيلم. العلماء كانوا بيكتشفوا الذهب في القطب الشمالي، وانتشر الخبر بين الناس، وكانوا بيحتاجوا معاهم كلاب ضخمه وقويه علشان يشدوا ثلاجاتهم. وده باك كلب مدلل وهو ملك القاضي ميلر، وكان محبوب في المدينه كلها. وباك شاف موزع البريد وطلع يجري وراه علشان يسابقه، فشافه جيمس اللي كان معاه اعلان الناس عايزه تشتري كلاب قويه وضخمه بمبالغ عاليه جدا. ووصل باج لبيت القاضي، والشغالة قالت له روح صح بنات القاضي، فراح علشان يصحيهم. صح البيت كله، ومن قوته كان بيهز البيت وصحاهم بكل هدوء خالص. والطباخين اول ما حسوا بيه شالوا الاكل كله منه، وهو كان زعلان جدا، فطردوه بره المطبخ. وحس ان القاضي وراه، فخدوا القاضي وطردوا بره البيت. وجي يدخل من الشباك لقى القاضي بيقوله ان النهارده يبقى هادي ومؤدب علشان النهارده عيد ميلاده وجايله ضيوف. وباك شاف أرنب في الجنينة فطلع يجري وراه، بس الأرنب دخل الحفرة بتاعته، وباك طبعا معرفش يجيبه. وهو راجع في الجنينة لقى سفرة ما تتسابش، وكان القاضي بيتصور هو وضيوفه، فلقى باك واقف جنبه وفي بقه ورك فرخة. وعرف القاضي ان باك دمر السفرة كلها وعاقبه ونيمه بره البيت. وباك لقى شخص بيناديله ورماله اكل جوه الصندوق، فدخل باك وراح قفل عليه الصندوق على طول. وباك شافه وهو بياخد فلوس، ونقلوا الصندوق في قطر البضايع. وباك لقى شخص بيفتح الصندوق فحاول يهرب، بس الشخص ده اتعامل معاه بالعنف وضربه وقال له ان هو لازم يلتزم القوانين. وتاني يوم لقى باك نفسه بره الصندوق بس كان مربوط، ما استسلمش وهرب وفضل يجري، ولقى نفسه على ظهر سفينة في وسط البحر. والسفينة وصلت لمدينة ألاسكا، وتاجر الكلاب خد باك وفضل باك يبص حواليه في كل مكان، وحس ان هو بعيد عن بيته. وجت رجله في التلج فاستغرب جدا وحاول يمشي على التلج، ولقى التلج نازل عليه فكان مبسوط. وهو بيلعب فلت من التاجر وطلع يجري، فخبط في راجل عجوز اسمه جون. وجون كان مقرر ان هو يسافر للشمال بعد موت ابنه، وباع كل املاكه لمراته ساره. وباك لقى السفاره بتاعت جون خدها وراح عطاها له، وجون شكره، والتاجر خد باك وحطه وسط الكلاب علشان يتباع. وجه بيرو وهو شغال ساعة بريد في الشمال وشاف باك واعجب بيه واشتراه، وخده لمراته فرانسوا وهي شغاله معاه في توزيع البريد. وقالت له جبت الكلبين، فورى لها باك، فقالت له ايه ده واحد. قال لها بس هو ضخم وقوي. فراح عرفه على باقي الفريق ومنهم سبيتس وهو قائد الفريق، وبيرو بيشرح لهم الطريق على الخريطه. وبدأوا الرحله بقياده سبيتس، بس باك ما كانش عارف يتأقلم معاهم خالص علشان اول مره يكون مربوط مع فريق ويمشي على التلج. ومن كتر الزحلقه والتعب باك وقع على الارض. وجا عليهم الليل كلهم ناموا الا باك، معرفش ينام من السقعه والتلج علشان كان اول مره ينام في الجو ده. وشاف الخيمه بتاعت بيرو راح مطلع فرنسوا علشان ينام مكانها، فهي طردته. وهو ماشي زعلان شاف ذئب كبير فرجع من الخوف، فداس على كلب نايم في حفره فقام وسابها له. وباك بيبص على الذئب اللي اختفى، ولقى كل الكلاب نايمه داخل حفره فعمل زيهم. والصبح بيرو بيصحي الكلاب كلها علشان يكملوا طريقهم، بس سبيتز كان بيحب يضايق باك وخبطوا في جذع شجره. وهم في طريقهم في توصيل البريد قعدوا يستريحوا، وهم بياكلوا سبيتز افترى على كلب وخد الاكل منه بالعافيه. وباك شاف الموقف واتضايق جدا وخد اكله وعطاهوله. والصبح سبيتز كان بيشرب وما كانش عايز حد يشرب معاه، فباك اتضايق وراح حفر حفره وشرب وشرب منها الكلاب. فسبيتز اتضايق اكتر من باك، وباك اتعلم بسرعه الجري على التلج. ووصلوا النهر كان متجمد ولازم يعدوا عليه بالراحه. وبيرو وفرنسوا كانوا بيختبروا المكان، ومن شجاعه باك كان عايز يعدي معاهم، بس بيرو قال له خليك مكانك عشان وزنك. وفرنسوا وهي ماشيه الجليد اتكسر ووقعت في النهر، وبيرو وباك بيجروا عليها علشان ينقذوها، بس ايديها فلتت من العصايه وغرقت. وباك نط علشان ينقذها ولقى الذئب واقف في مكان فراح خرج منها. وبيرو بيطلع فرنسوا لقى باك وقع في النهر تاني، وكان بينده عليه وكان بيكسر في التلج عشان ينقذه. لقى حد بيديله العصايه ولقى باك فخده بالحضن وفرح جدا بيه. وبالليل فرنسوا كانت قاعده وجنبها باك، وقالت له انها ما كانتش مقتنعه بيه زي بيرو، بس هي دلوقتي مقتنعه بيه، وعطت له الاكل كمكافاه ليه. وكان سبيتسي واقف واتضايق جدا من باك. وباك بيلاقي ارنب وبيجري وراه وكل الكلاب بتجري وبتلعب مع باك. وباك بيمسك الارنب وبيسيبه تاني وبيخليه يجري، وفجأة بيظهر سبيتس بيمسك الأرنب وبيموته. وبص الباج وهجم عليه وقعد يضرب فيه لحد ما أغمى عليه، بس الكلاب بتقعد تهوهو لباج علشان يقوم. وباك بيفتح عينيه وبيلاقي الذئب وكأنه إلهامه وبيعطيه قوة. وسبيتس بيجري على باك فبيمسكه باك من رقبته وبيوقعه ويحط ايديه عليه علشان يستسلم.
وسبيتس بيحس بهزيمته وبيسيبهم ويمشي. والصبح بيرو بينادي على سبيتس بس ما كانش لاقيه، وقال لفرانسوا انهم لازم يكملوا طريقهم، ولقى باج واقف قدامه وكأنه بيقوله ان هو القائد. بس بيرو قال له ارجع مكانك، انت لسه جديد، في كلاب اقدم منك. بس باج كان مصر على موقفه، وبيرو فرانسوا حاولوا يرجعوه بالعافيه، وبيرو بيختار كلب تاني بس الكلب كان بيجري منه وما كانش عايز يبقى القائد ورجع مكانه. فبيرو نده لباك علشان ما يتأخرش، بس باك كان ماشي على مهله خالص، وراح لبس طوق القائد وبص لفريقه وبدأ يجري، وكان سريع جدا، وبيرو كان مبسوط بيه وكان بيشجعه. وهم في طريقهم لقوا الجبل التلجي بينهار، فبيرو بيقول لباك يدخل شمال، بس باك شاف الذئب واقف فوق نفق، فبيجري بسرعة وبيدخل النفق ويقدر ينقذه، ووصلوا المدينة في ميعادهم. ودي كانت أول مرة، والناس استلمت جواباتهم. وكان جون في نفس البلد، وكان بيكتب جواب لمراته سارة في ذكرى عيد ميلاده ابنه اللي مات، وبيقول لها ان هو مش قادر يعيش من غيرهم، نفسيته تعبانة جدا. وتاني يوم الصبح قام جون يجري علشان يلحق يديهم الجواب، ولمحوا باك من بعيد فوقف فجأة ووقع بيرو، وبيرو بيرفض يستلم الجواب علشان تأخيره، وجون كان بيعتذر ليه. لقى باك بياخد الجواب منه وبيديله لفرانسوا، وجون بيشكر باك ومشوا. وبعد 80 يوم رجعوا تاني للمدينة، بس المرة دي كان في جواب رسمي لبيرو لوقف عن العمل وبيع الكلاب لدخول فصل الربيع، وانهم لقوا طريقة حديثة لتوصيل البريد. فبيرو باع الكلاب وقال لباج يخلي باله من نفسه ومن فريقه. وجي شخص اسمه هيل اشترى باج وفريقه، وباج وفريقه ما كانوش قادرين يشدوا الثلاجة علشان كان عليها حمولة كبيرة جدا. وجون شاف الموقف وراح قال لهيل لو انت رايح تدور على الذهب اسبق للربيع علشان التلج يكون داب، علشان انت لو مشيت بالحمولة دي على النهر المتجمد هينهار بيكم كلكم. بس هيل مهتمش بكلامه وكمل طريقه. وهم في الطريق الكلاب بتتعب ومتقدرش تكمل وبيقعوا كلهم، وهل بيضربهم بالكرباج علشان يكملوا. وفي نفس الوقت جون بيلاقي التلج بدأ يدوب، وافتكر باك وخد شنطته وراح يدور على باك، ولقى هل هيضرب باك بالنار، فقال له الكلاب بتحذرك من المشي على النهر المتجمد. وباك اغمى عليه من التعب، فهال ساب باك لجون وخد باقي الكلاب، وكانوا الكلاب بيبصوا لباك قوي. وجون خد باك للبيت، ومن شدة تعبه ما كانش قادر يقوم من النوم. وفي ليلة قام باك لقى جون قاعد والتلج بدأ يدوب، فحس جون ان باك بيدور على فريقه. فجون قال له ان فريقه مشي وان هو بقاله يومين نايم. وراح جون في مكان يسهر فيه وشافه هالو وراح ضربه وقال له بسببك الكلاب هربت مني وخسرت كل ثروتي واصحابي. وفي نفس اللحظه كان باك بيدور على جون وشاف هالو وهو بيضربه فهجم عليه، والناس مسكته، وصاحب المكان جه عشان يحكم ما بينهم ولقى مع هالو مسدس فطرده بره المكان. وجون كان بيكمل شرب، بس باك رمى منه الكوبايه وخد منه الازازه وراح دفنها في التلج وقعد عليها. وكان جون بيحاول يقومه بس معرفش، فقعد جنبه وحكاله عن ابنه اللي مات وان هو حاول يبعد علشان ينسى. وتاني يوم الصبح قرر جون انهم يمشوا من المدينة، وطلع خريطة وقال لباج ان هو يجي معاه الرحلة دي علشان ابنه كان بيحب المغامرات والمكان ده كان من ضمن احلامه، وان ابنه كان عايز يروح المكان ده مش عشان الذهب، علشان حياة البرية. ورسم الخريطة على الارض وجاب قارب وبدأ رحلتهم، وكانوا في الليل بيخيموا في اي مكان، وجون كان بيدخل باك ينام معاه. الصبح كانوا بيكملوا رحلتهم وقابلهم شلالات كتير، بس باك كان بيبقى فرحان، وللأسف القارب اتخرم واضطروا ان هم يكملوا الرحلة مشي. وفي نفس الوقت هال بيقتحم بيت جون وبيلاقي الخريطة على الأرض، وبيعرف انهم في طريقهم للذهب. وهم في الطريق شافوا بيت مهجور وبيدخلوه بينضفوه، وجون عارف ان البيت ده كان لشخص بيدور على الذهب، وبيلاقي ازازة من اللي هو بيشربها، بس باك كان قاعد له فقال لباك ان هو شايلها لوقت تاني. وبالليل سمعوا صوت ذئاب وباك خاف جدا، فجون قال لباك ما تخافش دولت ذئاب من فصيلتك. والصبح جون نزل المية ولقى حاجة بتلمع، فنزل وجابها ولقاها قطعة ذهب، كانش مصدق نفسه. وبعدها بيدور على الذهب وباك كان بيساعده ولقى قطعة ذهب كبيرة فرماها علشان لقى مع جون قطعة صغيرة. وبيشوف باك ذئبة بيضة وبيبص عليها قوي، فجون قال له روح وراها واكتشف المكان بس تعالى قبل الليل. وراح وراها وقابل دب في طريقه، بس هو عدى منه، والذئبة بصت له قوي وطلعت تجري منه، وبص باك على بصمات رجليها ورجله ولقاهم متشابهين. راح تاني يوم الصبح علشان يتفرج عليهم هما بيصطادوا، وواحد من الذئاب وقع في النهر، وكان كل الذئاب بيجروا علشان ينقذوه، بس باك نط وسحب فرع الشجرة وخرجه من النهر، والذئاب كلها راحت علشان تشكره. ومن وقتها بقوا اصحابه وبيجري ويلعب معاهم وبيتعلم الصيد منهم، وبيجيب كل اللي بيصطادوا لجون علشان ياكلوه. وكل يوم كان بيجي الجون متأخر. وتاني يوم الصبح كان باك بيلعب مع جون، وجت
الذئبة صاحبته، وجون بيقول لباك عايز تروح، فطلع باك يجري، وجون راح وراه ولقاه مبسوط وعرف ان باك لقى مكانه، ورجع جون ورمى شوية دهب في النهر لحد تاني، وخد حبة صغيرين، وقال لباك انه دولت هيكفوه، وان هو هيرجع المدينة بكرة لوحده. هو مش هيطلب منه ان هو يرجع معاه علشان هنا مكانه، وطلب من باك ان هو يجي بكرة عشان يودعه. وفي الليل جون بيجهز شنطته سمع صوت وخد اللمبة علشان يشوف مين بره، ولقى حد بيضرب عليه نار، فوقعت منه اللمبة وحرقت جزء من البيت. وجون حاول يمسك البندقية من هال، بس هال ضربه بالنار علشان الدهب. بعد ما خد منه الدهب كان هيخلص عليه، فهجم عليه باك وراح رماه داخل النار، والبيت وقع عليه ومات. وراح باك لجون علشان يقومه، بس جون كان بيموت وفعلا مات في حضن باك. ومرت الايام وباك اتجوز الذئبة وخلف، وكان مبسوط في حياته. وكان كل ما يعدي من نفس المكان اللي مات فيه صاحبه كان بيقف يفتكره، بس كان بيكمل حياته علشان هو بقى قائد الذئاب. عجبك الفيلم؟ اشترك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلكم كل ملخصاتنا الجديدة. اللقاء في ملخص جديد.